السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا ايه النهاردة؟ معانا أكلة بسيطة وجميلة وإن شاء الله يعجبكم الفيديو. معانا رز بالشعرية، ومعانا فراخ محمراها عادي خالص، ومعانا كوسة. طبعا نسبة الغذاء اللي في الكوسة جميل جدا جدا، احنا بنحب نعملها. وزي ما انتم شايفين ادي الصلصة حمراء، وادي كانت النهاردة دي الأكلة اللي احنا هنعملها ان شاء الله مع بعض. يبقى معانا كوسة، معانا الرز بالشعرية. طبعا انا حطيت دبوس كده فوق الرز، وادي طبعا طبق الرز بتاعنا اهو معانا زي ما انتم شايفينه. وادي ده كده خلاص الفراخ. وتعالوا بينا اوريكم ازاي طبعا عملنا الوصفة بتاعتنا دي النهاردة والاكلة بتاعتنا. واتمنى اللي اول مرة يشوف القناة طبعا ما ينسنيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معانا النهاردة روتين حلو خالص، اللي هو هنعمل الغدا نفس الوقت الروتين هنغسل المواعين. انا اول حاجة معايا فرخة من غير ما اغسلها ولا اي حاجة خالص، زي ما هي كده زي ما جبتها. حطيت ملح وحطيت خل، وابتديت طبعا هدعك كل ده في الخل والملح وهسيبه يعني زي ما انتم شايفين. طبعا انا مخليه الرجول لسه ما نضفتهاش ولا اي حاجه، زي ما انتم شايفينها، عشان جوزي خالص بيحبها والعيال طبعا بيحبوا ياكلوها. متعرفوش اصلا الرجول دي ليها غذاء جامد جدا. تمام. وادي دي كده هبص زي ما هي، ولا نضفت ولا اي حاجه. وهسيبها جد نص ساعه لحد ما هخلص دش المواعين دي كلها. شايفين دش المواعين كله ده هغسله وهنضفه. وبعد كده هبتدي اعمل الاكل. زي ما انتم شايفين الدنيا كلها طبعا على الطبيعه، ولا جريت الفيديو ولا اي حاجه، ووريتكم كل حاجه على الطبيعه. وادي كده انا طبعا هنضف كل ده اللي انتم شايفينه. شايفين المواعين دي كلها، دي طبعا دي مواعين الفطار ومواعين العشاء. الصراحه ما غسلتش حاجه خالص في الليل، الجو برد. وادي كده. وادي النهارده هعمل الروتين الاكل بتاعنا، وهعمل روتين تنظيف المواعين معاكم. هبتدي بقى انضف المواعين، ومش هخلي اي حاجه طبعا، وهنضف واخلي الدنيا زي الفل. وادي الفرخه هسيبها تنضف يعني نص ساعه ساعه الا ربع على قد ايه، وهخلص بالظبط. بعد كده هنرجع نعمل الاكل وهنشوف هنعمل ايه. كده طبعا خلاص انا خلصت المطبخ زي ما انتم شايفينه كده. اديني نضفت الغساله ونضفت ده كله ده اهو، روقته وغسلت الاطباق زي ما انتم شايفينها وكل حاجه. وادي دي الطماطم اللي هعمل، وهنعمل خضار كوسه برضو كله كده هحطه على الرخامه. ادي كده روقت كله طبعا مخلتش اي حاجه، وحتى الشفشف وكله غسلته. وده الطماطم وهنعمل كوسه. وادي طبعا الرجول انا نضفت حوشت الضوافر منها. انا لسه طبعا هنضفها تاني على النار، وهحوش كل ده لحد ما مش هخلي فيها ده كله. وادي الفرخه بصوا قبل ما اجي عندها خالص. بصوا عشان تعرفوا لما قبل ما تبصوا. شايفين بصوا الميه بتاعتها ايه. بصوا يعني انا كده لو عملتها كده حطيت، انا لسه ما نضفتهاش ولا دعكتها ولا حاجه، ان ده بقى حطيتها لكم في خل وملح وسبتها ما فيش غيرها. بصوا هوريكم بس ايه الحاجات اللي نزلت بس مش اكتر. طبعا دي انا هلقحها، لا دول كونصه لسه ما عملتش. والريس طبعا انا دي مش بناكلها، هنلقحها. بصوا شايفين بقى. ياه وجع. بصوا بقى المية اللي زادت بعد ما اتقلبت مني. بصوا شكلها، بص شكلها طبعا نازل من الفراخ. انا دي كده كبيته في الحوض، وهفتح الحنفية على الفراخ وهنضف، ومش هخلي فيها ولا شعرايه ولا اي حاجة تاني خالص. وهنجحها تاني برضو، بس المرة دي بقى هسيبها في المصفى عشان تنزل كل اللي فيها وما تخليش اي حاجة خالص. طبعا اهم حاجة النظافة في الاكل بتاعنا. تمام. انا بقى كده هنضف ومش هخلي اي حاجة خالص، ولا الريش ده اللي انتوا شايفينه الصغير اللي جاي من عند بيت الفرخة زي ما هي. كل ده هحوشه ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. يا رب يا رب يا ستار، يا رب استرنا يا رب دنيا واخرة يا رب.
طبعا انا هسيب كده عشان الفيديو بس ما يبقاش طويل عليكم وكده. هخلص طبعا كل ده وهرجع لكم. ادي طبعا غسلت الفرخه زي ما انتم شايفينها، مخلتش اي حاجه فيها. وادي البصلايه اللي هحطها. طبعا الميه ابتدت تغلي، وهمسك الفراخ بسم الله وهنحط كله كده. طبعا قبل ما نعمل اي حاجه لازم طبعا نسمي الله. في اي حاجه هتبتدوا فيها لازم نسمي الله. تمام. وادي كده انا حطيت الفرخه بعد ما غسلتها وكل حاجه، وهبتدي اغطيها واسيبها لحد ما تبقى شوربه معانا وتستوي كده. وانا هغطيها بالغطا. وطبعا دي اللي مش بتكمل الحله دي انتوا عارفينها معايا، اللي مش بتكمل اي حاجه والحاجه تطفيها. وادي الرجول. بص انا بطيبها ازاي كده، بنضفها بحوش كل اللي فيها. بس مش بخلي اي حاجه خالص فيها نهائي. اهو كده بالطريقه دي. وهفضل هكر ده كده حواليه. ادي كده انا عملت البصله خلاص وحمر زي ما انتم شايفين. هبتدي اطش. هي طشيت كده البصله خلاص. هقلبها عشان كله يكون البصله اللي عملناها. ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. كده مفيش مرحله غير اللي انا اعمل الكوسه بس. ادي الفراخ على النار، وادي الصلصه بتاعت الكوسه. كده انا هقشر الكوسه وهقطعها بس. ادي كده هبص زي ما انتم شايفين الفرخه طابت. بص الشوربه بتاعتها جميله كيف وصفرة. هي طابت خلاص الفرخه اهي. عفوا. وادي طبعا برضو التغليه السبت اهي بقت حمرا وجميله. وادي الكوسه طبعا انا غسلتها وقطعتها. وهادي كده هفضي هنا وهزود طبعا التقلية بتاعتنا بالشوربة بتاعت الفراخ. وهبتدي كده احمر الفراخ وهعمل الرز ان شاء الله مع بعض. بصوا كده. كده بقى انا هغطي خلاص ماشي. وادي ده كده انا خلاص هبتدي اطلعها عشان ما تتهريش بس في الشوربة واعمل. بصوا ادي كده خلاص الاكله بتاعتنا خلصت النهارده. وادي طبعا الفراخ بتاعتنا. ادي الفراخ كده خلاص خلصت. واتمنى طبعا لاول مره يشوف القناه مينسينيش بالاشتراك في القناه واللايك. وهو كده ادي الفراخ بتاعتنا اهي خلصت كده. طبعا انا جليتها خالص بحبه سمن كده صغيره، معلقتين سمن، وحطيت فيهم حبه فلفل اسمر. الفلفل الاسمر بيدي لون حلو كده. وادي الرز. الرز طبعا احنا بنحب الرز اللي بالشعريه او يكون الرز كده ابيض زي ما انتم شايفينه اهو. وبحب اعمله بالشعريه برضه زي ما انتم شايفينه. وده ورك كده حطيته في الرز دبوس. وادي كده الكوسه. طبعا هي الكوسه زي ما انتم شايفينها لسه سخنه والبخار لسه طالع. وادي الصلصه بتاعتنا حمرا خالص. بصوا حمرا ولا بحط اي حاجه في اي حاجه خالص. ما في يعني عشان التجلية تبقى حمرا لا انا بحطها كده على طول. وادي كده طبعا كانت نهاية الحلقة بتاعتنا. واتمنى اللي اول مرة يشوف القناة بتاعتي طبعا ما ينسينيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.